تخيل معايا كده ان في يوم واحد بس في السنة، يوم مختلف عن اي يوم تاني. السما فيه غير السما، والدعوات فيه غير الدعوات، والرحمة فيه بتنزل على البشر بشكل مش طبيعي. يوم ملايين الناس فيه بترفع ايديها في نفس اللحظة، غني وفقير، ملك وغلبان، ابيض واسود، ناس جاية من اخر الدنيا، كلهم واقفين في مكان واحد بس بنفس اللبس، بنفس النداء: لبيك اللهم لبيك. لكن السؤال، ليه اليوم ده تحديدا؟ وايه السر اللي مخلي يوم عرفة من اعظم ايام السنة؟ وليه الشيطان بيكون اضعف ما يمكن في اليوم ده؟ وهل فعلا الدعوات فيه ممكن تغير حياة انسان بالكامل؟ والاغرب، ايه معنى ان الله ينزل الى السماء الدنيا؟ وايه اللي بيحصل اصلا فوق جبل عرفات؟ النهاردة انا جاي اجاوبك على كل الاسئلة دي. بس خليني اقول لك حاجة، انا النهاردة جاي اجاوبك على كل الاسئلة دي. النهاردة هتاخد رحلة غريبة جدا، رحلة في يوم ناس كتير بتعدي عادي، رغم انه ممكن يكون سبب نجاتهم. الساعة دلوقتي قربت المغرب، والشمس بتميل ناحية الغروب، وفي صحراء واسعة جدا ملايين البشر واقفين، لا اكل، لا رفاهية، لا مظاهر، بس دموع ودعاء وخوف ورجاء. واحد رافع ايده بيقول يا رب اشفيني، والتاني بيقول يا رب اغفر لي، والتالت بيقول يا رب اصلح حالي، والرابع بيقول يا رب اغنيني. وفي وسط المشهد ده كله بيحصل شيء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بنفسه، وقال إن مفيش يوم ربنا بيعتق فيه ناس من النار قد يوم عرفة. تخيل الرقم، تخيل كم إنسان ممكن يخرج في اليوم ده مغفور له بالكامل كأنه اتولد من جديد. بس قبل ما تفهم عظمة اليوم ده لازم نرجع بالزمن شوية، نرجع لبداية الحكاية. ليه المكان ده اسمه عرفات؟ وايه اللي حصل هناك من الاف السنين؟ خليني اقول لك ان في بعض الروايات بتقول ان سيدنا ادم لما نزل الارض فضل يدور على السيدة حواء فترة طويلة جدا، لحد ما تقابلوا اخيرا في المكان ده. فعشان كده سمي باسم عرفة، لانهم تعرفوا فيه. ورغم ان الرواية دي مش ثابتة بشكل قاطع، لكنها فضلت موجودة في خيال ملايين المسلمين لسنين طويلة. لكن المؤكد فعلا ان المكان ده شهد اعظم تجمع ايماني في التاريخ، جبل عرفات. المكان اللي وقف عليه دلوقتي ملايين البشر هو نفسه المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اخر جملة في حياته، واخر مرة تقريبا يشوف فيها الامة كلها متجمعة حواليه. تخيل معايا المشهد ده، أكتر من 100,000 مسلم واقفين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والشمس فوقهم والهدوء مالي المكان. وفجأة النبي يبدأ كلامه ويبدأ يتكلم كلمات كانت أشبه برسالة الوداع الأخيرة. قال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكأن قلبه كان حاسس إن النهاية قربت. الناس سكتت والرهبة ملت المكان، ثم بدأ النبي يوصيهم بالنساء وبالرحمة وبالدماء وبالعدل، وكأنه بيسلم البشرية آخر رسالة. وفي نفس اليوم ده نزلت آية تعتبر من أعظم الآيات في القرآن كله: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي لما نزلت بعض الصحابة فرحوا، لكن سيدنا أبو بكر بكى. الناس استغربت ليه بيبكي، لكنه فهم حاجة خطيرة. فهم إن اكتمال الرسالة معناها إن رحلة النبي قربت تنتهي. ومن وقتها فضل يوم عرفة يوم مختلف، يوم فيه رهبة وهيبة وإحساس إن أبواب السماء مفتوحة على الآخر. لكن السؤال الحقيقي هنا، إيه اللي بيحصل فعلا في اليوم ده؟ وليه الشيطان بيكون مذلول بالشكل ده؟ ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. تخيل الكائن اللي قضى عمره كله يحاول يوقع البشر، اليوم ده بيكون مكسور فيه بالكامل. طب ليه؟ بسبب كمية الرحمة اللي بتنزل وكمية المغفرة اللي بتحصل للناس كلها. تخيل ملايين الذنوب، أخطاء، معاصي، ناس كانت فاكرة إن مفيش أمل، وفجأة في يوم واحد بس كل ده ممكن يتغير. عشان كده يوم عرفة مش مجرد يوم عادي في التقويم،
ده يوم ناس كتير بتبدأ فيه حياتها من جديد. والأغرب بقى إن الفضل ده مش للحجاج بس، يعني حتى لو أنت قاعد دلوقتي في بيتك في أوضتك ماسك من الموبايل بتاعك، فأنت عندك فرصة ضخمة جدا في اليوم ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة إنه بيكفر ذنوب سنة فاتت وسنة جاية. تخيل المعنى، يوم واحد صيام مقابل إنك يتغفر لك سنتين، سنة راحت وسنة جاية. وده خليك تسأل نفسك سؤال، احنا ليه بنضيع اليوم ده اصلا؟ ليه ناس كتير يوم عرفة بالنسبة لها مجرد قبل العيد بيوم؟ يعني ليه احنا بنعتبره يوم الوقفة، رغم ان اليوم ده ممكن يكون سبب ان حياتك الكاملة تتغير؟ لكن في حاجة تانية، حاجة مرعبة شوية، لان يوم عرفة مش بس يوم رحمة، ده كمان يوم كشف، اليوم اللي الانسان بيشوف فيه نفسه بوضوح. علشان كده هتلاقي ناس كتير في اليوم ده بتعيط فجأة بدون سبب واضح. واحد فاكر ذنب قديم، واحدة نفسها ربنا يسامحها، حد حاسس انه تايه بقاله سنين. وكأن القلب في اليوم ده بيصحى زي ضميرك كده لما بيصحى اوقات. ووسط كل المشهد العظيم ده بيجي السؤال اللي في ناس كتير بتسأله، هو هل فعلا ربنا بينزل للأرض في يوم عرفة؟ والحقيقة ان في ناس كتير بتفهم الموضوع غلط. في احاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله بينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، واحنا كمسلمين بنؤمن بكلام النبي، لكن من غير ما نشبه ربنا بالبشر ومن غير ما نتخيل الكيفية، لان الله ليس كمثله شيء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنؤمن بالنص لكن من غير ما نحاول نتخيل شكل او طريقة الموضوع. ودي نقطة مهمة جدا، لان بعض الناس بتحاول تدخل في تفاصيل محدش يقدر يفهمها اصلا. لكن اللي نقدر نفهمه ان يوم عرفة يوم قرب، يوم الدعاء فيه مختلف، يوم الانسان بيحس فيه ان المسافة بينه وبين ربنا اقرب من اي وقت. علشان كده افضل حاجة ممكن تعملها في اليوم ده هي الدعاء. مش بس دعاء الفلوس او الجواز او الشغل، لا، ادعي ان قلبك يتصلح، ادعي انك تبقى احسن، ادعي ان ربنا يخرجك من الحاجات دي، من الحاجات اللي مدمراك من جوه. لان اخطر حاجة ممكن تحصل ان يوم عرفة يعدي وانت زي ما انت، لا اتغيرت ولا قربت ولا حتى حاولت. وفي اللحظات الأخيرة قبل المغرب بيكون المشهد مرعب فعلا، ملايين البشر رافعين ايديهم في نفس الثانية، ناس بتصرخ من البكاء، ناس واقفة ساكتة، ناس منهارة، وكل واحد عنده حكاية محدش يعرفها غير ربنا. وهنا تبدأ الشمس تغيب ببطء والحجاج يبدأوا يتحركوا، لكن مش هما اللي بس بيتحركوا، في ناس بتكون خرجت من اليوم ده وهي شخص تاني تماما. يمكن ذنوب سنين اتغفرت، يمكن دعوة اتكتبت، يمكن بداية جديدة بدأت فعلا. وعشان كده العلماء كانوا بيقولوا لو ضاع منك يوم عرفة فكأنك ضيعت كنز، لأن الأيام العادية بتتعوض، لكن بعض الأيام ممكن ما تتكررش بنفس الفرصة أبدا. في وسط كل الزحمة دي في سؤال مرعب لازم تفهمه. تخيل لو يوم عرفة جه وكل الناس كانت بتدعي وانت كنت مشغول بحاجة تانية. تخيل لو ملايين الدعوات كانت طالعة للسما وانت وقتها كنت بتقلب في فيديوهات عادية او فاتح تيك توك او فيسبوك ومش فاضي، او يا عم حتى نايم، او حتى مش مهتم. الفكرة مرعبة لان بعض الفرص ما بتجيش كتير. علشان كده ناس كتير من السلف كانوا بيتعاملوا مع اليوم ده يوم عرفة وكأنه الفرصة الأخيرة، اليوم اللي لازم يطلعوا منه بحاجة، مغفرة، دمعة، توبة، إحساس، أي حاجة، المهم يطلعوا بيه بأي حاجة. وفي قصص غريبة جدا حصلت لناس يوم عرفة، ناس كانت بعيدة عن ربنا سنين واتغيرت تماما في اليوم ده. واحد كان بيحكي إنه راح عرفة وهو أصلا مش ملتزم، مجرد رايح مع الناس وخلاص، لكن وقت الدعاء وهو واقف وسط ملايين البشر حس بإحساس عمره ما حس بيه قبل كده. بيقول حسيت إني صغير جدا وكل حاجة كنت فاكرها مهمة اختفت فجأة. تخيل الشعور ده لما الإنسان يكتشف فجأة إن كل اللي كان شايل همه ممكن يكون ولا حاجة، فلوس، المشاكل، الناس، الخوف، كله بيصغر قدام لحظة صدق واحدة مع ربنا. وعشان كده أكتر حاجة مميزة في يوم عرفة مش الزحمة ومش الجبل ولا حتى المشهد العظيم ده، أكتر حاجة مميزة هي الصدق، لأن اليوم ده صعب جدا تمثل فيه، الإنسان فيه بيبان فجأة على حقيقة. عشان كده هتلاقي واحد طول عمره قوي وفجأة بيعيط، واحد طول عمره بيضحك وفجأة ساكت، واحدة طول عمرها شايلة هموم
وفجأة حاسة براحة غريبة، كأن اليوم ده بيكسر الحواجز اللي جوانا. والغريب إن حتى الناس اللي مش في الحج بتحس بحاجة مختلفة، هدوء غريب، رهبة، إحساس إن اليوم مش عادي. يمكن عشان ملايين البشر في نفس اللحظة مركزين على شيء واحد بس، وهو يا رب. كلمة واحدة، كلمة واحدة، لكنها في اليوم ده بيكون لها وزن تاني. وفي ناس بتسأل طب ايه افضل دعاء في يوم عرفة؟ والحقيقة مفيش صيغة سحرية. النبي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن الأهم ان الدعاء بيطلع من قلبك فعلا ولا لا. يعني ما تحاولش تكون شخص مثالي فجأة، لا، اتكلم بطريقتك، بلغتك، بكثرتك، بضعفك. قول لربنا اللي جواك فعلا، لان يمكن اول مرة في حياتك تكون صادق بالشكل ده. وفي نقطة ناس كتير ما تعرفهاش، ان يوم عرفة مش بس يوم دعاء، ده كمان يوم شكر. يعني وسط طلباتك افتكر النعم اللي عندك، لان اوقات الانسان بيطلب كتير وبينسى انه اصلا عايش في نعم ضخمة. وفي اللحظات الاخيرة قبل اذان المغرب بتحصل حالة غريبة جدا، الكل بيدعي بشكل هستيري لانهم عارفين ان الوقت بيخلص. تخيل المشهد، الشمس بتختفي والسماء لونها بيتغير وملايين الايدي مرفوعة، وفي اللحظة دي دعوة واحدة تكون سبب حياة كاملة تتغير. يمكن واحد بيدعي فيشفى، واحد يتوب، واحدة ربنا يكبر بخاطرها، واحد ربنا ينقذه من اكتئاب او خوف او ضياع. عشان كده اخطر حاجة تعملها في يوم عرفة انك تتعامل معاه كأنه يوم عادي، لان الايام العادية كتير لكن الايام اللي ممكن تغير مصيرك قليلة جدا. ومع غروب الشمس يبدأ الحجاج يتحركوا ناحية مزدلفة، لكن الغريب ان اغلبهم بيكون ساكت. بعد ساعات طويلة من الدعاء والبكاء والرجاء الانسان بيكون مستنزف بالكامل، كأنه كان شايل جبل فوق صدره وفجأة وقع. ودي من اغرب الحاجات في يوم عرفة، ان الناس بتمشي منه وهي حاسة بخفة غريبة، حتى اللي ما عندوش اجابات، حتى اللي مشاكله ما اتحلتش فورا، بيحس ان في حاجة اتغيرت جواه. ويمكن ده السر الحقيقي، ان يوم عرفة مش لازم يغير ظروفك فورا، لكنه ممكن يغيرك انت، ودي بداية كل حاجة. عشان كده الشيطان بيكره اليوم ده جدا، لانه بيشوف ناس كتير كانت خلاص قربت تضيع وفجأة بترجع تاني. ووسط كل ده لازم تفهم حاجة مهمة جدا، ان ربنا مش مستني منك تكون كامل. ناس كتير ما بتقربش من ربنا لانها فاكرة انها وحشة اوي، فاكرة ان الذنوب كتير وان مفيش امل خلاص. لكن يوم عرفة معمول اصلا للناس دي، للمكسور، للمذنب، للتايه، للخايف. اليوم ده معمول للإنسان اللي عارف إنه محتاج رحمة. وفي حاجة جميلة جدا بتحصل في اليوم ده، إن كل الفوارق دي بتختفي. الغني زي الفقير، المشهور زي المجهول، العربي زي الأعجمي، كله واقف بنفس اللبس، بنفس الضعف، بنفس الاحتياج. ودي رسالة ضخمة جدا، إن الإنسان مهما كبر فهو في النهاية عبد محتاج لربه. ويمكن عشان كده مشهد عرفة بيهز أي حد يشوفه. وسط كل المشهد ده في ناس ماتت فعلا على جبل عرفات، ناس كانت بتدعي وفجأة انتهت حياتها هناك، وناس كتير كانت بتقول يا بختهم لأنهم ماتوا في أطهر لحظة ممكن يعيشها إنسان. تخيل إن آخر حاجة تعملها في الدنيا إنك رافع إيدك لربنا اللي هو فوقك على طول. وعشان كده قبل ما يوم عرفة يخلص اقفل موبايلك شوية وابعد عن الناس شوية وارفع ايدك واتكلم. مش لازم كلام مرتب ولا دعاء محفوظ، لا، اتكلم بصدق. يمكن الدعوة اللي هتقولها في اللحظة دي تكون هي الدعوة اللي هتغير كل حاجة. وفي مشهد محدش تقريبا اتكلم عنه، بعد ما يوم عرفة يخلص وبعد ما الناس ترجع بيوتها يبدأ نوع غريب من الصراع، صراع بين الإنسان القديم، لأن المشكلة مش إنك تتأثر لحظة، والمشكلة الحقيقية هل هتفضل متغير. ناس كتير بتبكي وتدعي تحس بالقرب، وبعدها بأيام ترجع لنفس الدوامة اللي كانت فيها زمان، نفس الذنوب، نفس البعد، نفس الضياع. وعشان كده العلماء كانوا بيقولوا علامة قبول الطاعة إن الإنسان يتغير بعدها. وفي الحقيقة إحنا عايشين في زمن صعب جدا، زمن الضوضاء، يعني كل حاجة حوالينا بتشدنا، فيديوهات، ترندات، مشاكل، مقارنات. وفي النهاية بعد كل المشاهد وكل الدعوات وكل الدموع يفضل سؤال واحد بس، إيه اللي هيحصل لو يوم عرفة اللي جاي ما كانش مكتوب لك تحضره؟ وعشان كده لما يجي يوم عرفة ما تضيعوش، صوم وادعي واستغفر وسامح وصلي.
قرب من ربنا حتى لو لأول مرة في حياتك. يمكن لحظة واحدة صادقة تغير حياتك كلها، يمكن دعوة واحدة تكون سبب نجاتك. في الوقت اللي ملايين البشر فيه بترفع ايديها للسماء، ارفع انت كمان ايدك وقول يا رب انا جيت، ويمكن تكون دي بداية كل شيء. صلى على النبي، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.